كتفكر تخدم سباك في امريكا اولا بلامر اولا بلومبي، غادي تعرف ان هنا السباك اولا بلامر المبتدئ كيقدر يربح ما بين 25 40 دولار في الساعه مع الشركه اولا مع اي حد، واللي عنده الرخصه والخبره كيوصل حتى ل 70 دولار او اكثر. واش بغيتي تعرف كيفاش؟ خليني نشرح لك. السباكه هنا في امريكا مهنه محترمه ومطلوبه بزاف، ولكن كل ولايه عندها شروط خاصه بالرخصه ديالها. بعض الولايات كتطلب تدريب رسمي في مدرسه معتمده زائد عدد معين ديال الساعات العمليه زائد واحد الامتحان جورنيمان بلامر. هاد جورنيمان بلامر خاصك تكون عندك واحد عدد الساعات تقريبا في ولايه فيرجينيا 2800 ساعه. في ولايات اخرى كاين تيبغيو التجربه العمليه كافيه وبعض الاختبارات قانونيه، وكل ولايه كتحدد النظام ديالها. كيفاش غادي تبدا؟ تتشوف اول حاجه القوانين ديال ديك الولايه اللي انت فيها شنو تطلب. ثاني حاجه تتسجل في شي دوره تدريبيه معتمده، وهنا الا كانت الولايه تطلب عدد الساعات يعني محدده خصك تكمل عدد الساعات باش تخدم، يعني تاخذ اللايسنس. انت نهضر لك الا بغيتي تاخذ اللايسنس وتخدم راسك. اما الا كنتي باغي تخدم مع شركه فقط هذيك الشهاده ديال المدرسه راه كافيه. تدوز واحد الامتحان تقني وقانوني باش تحصل على هذاك اللايسنس، ويمكن لك تفتح بيزنيس ديالك صغير او لا كبير. النصيحه مني ان هنا السباكه هنا كتطلب الصبر والتعلم والخبره، ولكن الا خدمتي بيديك بواحد الجهد المستقبل ديالك باذن الله تيكون مضمون وفرصه الربح كبيره. لان الحرفه هنا في امريكا حتى في اوروبا الحرفه عندها واحد القيمه كبيره هنا في البلاد، وعندها يعني واحد الدخل اللي دخل جيد. تتمنى التوفيق للجميع.